تاريخ المغرب بزاف غني وعريق وفيه محطات كبار وقصص دازوا عبر القرون. باش نحكيوها بالدارجه وبطريقه خفيفه وممتعه غادي نقسموا هذه الرحله التاريخيه لمحطات رئيسيه. عهد القديم وممالك الامازيغيه. المغرب من اقدم البلايص اللي عاش فيها الانسان، بحال اكتشاف جمجمه الانسان جبل ايغوت اللي كيرجع ل 300 الف سنه. السكان الاصليين هما الامازيغ، وبكري بزاف تذكرت الممالك الموريتانية. المغرب القديم، الملوك الكبار. شكون ما يعرفش الملك بوكوس الاول وملك يوبا الثاني اللي كانت عنده ثقافة كبيرة ورجع مدينة وليلي مركز حضاري واقتصادي مهم. في هذا الوقت دازوا الفينيقيين القرطاجيين والرومان اللي خلاو اثار ديالهم في بزاف ديال المدن الساحلية والداخلية. وصول الاسلام وتأسيس الدولة الإدريسية 788 ميلادية. مع وصول الإسلام للمغرب الكبير تبدلات الأمور بزاف، وهنا المحطة الأبرز كانت فاش جا مولاي الإدريس الأول هارب من العباسيين واستقبلوه الأمازيغ قبيلة أوربا وبايعوه. تأسست فاس مولاي إدريس الثاني، بنى مدينة فاس اللي ولات عاصمة العلم والدين، وبينات فيها فاطمة الفيرية جامعة القرويين أقدم جامعة في العالم ما زالت خدامة لدابا. العصر الإمبراطوريات الكبرى، المرابطين والموحدين. هنا المغرب غادي يولي إمبراطورية عظمى كتحكم من نهر السنغال حتى الأندلس. المرابطين جاو من الصحراء بزعامة يوسف بن تاشفين، وهو اللي بنى مدينة مراكش ورجعها عاصمة، ومشى للأندلس وحمى المسلمين تماك في معركة الزلاقة الشهيرة وفاز بها. الموحدين جاو من بعدهم من جبال أطلس بزعامة المهدي بن تومرت وعبد المؤمن بن علي. في عهدهم عاش المغرب عصر ذهبي تاعو، وبداو صومعة الكتبية في مراكش وصومعة الحسن في الرباط وخير الدة في إشبيلية. المارينيين والطاسيين من بعد طاحوا الموحدين وجاو المارينيين اللي ركزوا بزاف على الثقافة وبناو المدارس العتيقة الفاسية بحال مدرسة بوعنانية اللي عهدها زار ابن بطوطة بزاف ديال البلايص وكتب رحلة تاعو. من بعدهم جاو الوطاسيين في فترة عرفت شوية ديال الضعف والخلل، وبداو البرتغاليين والإسبان كيحتلوا الشواطئ المغربية. الدولة السعدية والمعركة واد المخازن 1578 ميلادية. عرفت السعديين وجاو من سوس وقادوا الحركة الجهاد باش يطردوا البرتغاليين. معركة الملوك الثلاثة واد المخازن 1578 في واجهة الجيش المغربي بقيادة عبد الملك السعدي الجيش البرتغالي اللي كان باغي يحتل البلاد. المغرب ربح معركة ربحة تاريخية ومات فيها الملك البرتغال، وهذا الشيء أعطى للمغرب هيبة عالمية كبيرة وعظمى. في عهد أحمد المنصور الذهبي عاشت البلاد الرخاء والازدهار الكبير وتبني قصر بديع فخم في مراكش. الدولة العلوية الشريفة تأسست في قرن 17 أو 18 ومستمرة حتى اليوم. مولاي إسماعيل وحد البلاد، دار جيش قوي جيش عبيد البخاري وجرى على الإنجليز من طنجة والبرتغال من أصيلة، ورجع مكناس عاصمة إمبراطورية واعرة بالأسوار ديالها. سيدي محمد بن عبد الله في عهده انفتح المغرب على التجارة الدولية، وهو أول حاكم في العالم اعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1777. الحماية والاستعمار 1912 و 1956 بسبب الضغوطات العسكرية والاقتصادية بحال معركة أسلي ضد فرنسا. طاح المغرب في فخ الحماية سنة 1912 وتقسمت البلاد بين فرنسا في الوسط وإسبانيا في الشمال والجنوب. المقاومة الشعبية المغاربة ما سكتوش هنايا ناس. في شمال بان محمد بن عبد الله الكريم الخطابي اللي دمر إسبانيا في معركة الأنوال، وفي الأطلس كان موحى أحموزياني، وفي جنوب أحمد الهيبة وعسو أبو سلام. ثورة الملك والشعب في الخمسينيات تحالفت الحركة الوطنية رجال السياسة مع السلطان محمد الخامس
فاش فرنسا نافت السلطان 1953 ناضت العافية في البلاد، والعمليات الفدائية حتى اضطرت فرنسا ترجع الملك وتعلن على استقلال المغرب في 1956. المغرب الحديث واستكمال الوحدة الترابية. من بعد الاستقلال بدأت المعركة لبناء الدولة الحديثة مع الملك حسن الثاني، والمسيرة الخضراء. من أبرز المحطات فاش خرجوا 350 ألف مغربي ومغربية هازين القرآن والرايات ومشاو للصحراء السلمية باش يطردوا الاستعمار الإسباني بلا سلاح. واليوم تحت الحكم الملك محمد السادس المغرب مكمل في طريق تنمية البنايات التحتية بحال ميناء طنجة، المتوسط، البراق، والسياسة الخارجية والدفاع على الوحدة الترابية. هذا هو تاريخ المغرب، بلاد بجذورها وضاربة في الأرض طول وعرض، اللي حافظت على الهوية والثقافة ديالها المتميزة ومستقلة. وكاين معاكم ياسين ستوريز، هذه قناتي.